روما من المدن اللي عشان يعجبك الاكل فيها لازم تذاكر لها كويس جدا جدا جدا. وانا المرة دي كنت مذاكر لها مذاكرة شديدة. فيلا بينا بقى نطلع طلعت اكل قوية في روما. اول حاجة الفطار، وبدأنا بالميركاتو سنترالي، وده ماركت اكل في محلات كتيرة جدا جدا فيها كل ما لذ وطاب من الاكل. جربنا حاجات كتير كتير قوي قوي، بس اكتر حاجة عجبتنا فيهم اول حاجة اسمها ترابيتزينو، ودي عبارة عن عجينة بيفتحوها كده زي الساندوتش ويحطوا فيها كذا حاجة. احنا جبنا اللي بالميت بولز وكانت خطيرة. تاني حاجة بقى عجبتنا البيتزا، كانت بيتزا كده الرومان ستايل اللي هي بتبقى كرانشي من تحت، دي برضو كانت خطيرة. تالت حاجة ودي الأخيرة الكرواسون بالنوتيلا، بجد كرواسون مليان كمية نوتيلا غير طبيعية. بعد كده وكما قالوا ان انت احلى حاجة انك تتوه في شوارع روما، تتفرج على منظر المباني والمناظر التحفة اللي هتبقى محوطاك من كل حتة. مرورا بالكلام ده نوصل لواحد من افضل المطاعم والاعلى تقييما في روما، وهو توناريلو. عنده واحدة من احلى اللازانيا اللي ممكن تاكلها في حياتك. وجبنا كمان من عندهم بيتزا كواترو فورماجي، خطيرة خطيرة خطيرة. بعد كده طلعنا على مكان بتاع حلويات عتيق اسمه ريجولي، وده مشهور بالماري توتسو، وده نوع حلويات كده، بس للاسف اخر واحده كانت موجوده اتاخدت قدام عينينا. فجبنا تارت فراوله، وجبنا حاجه اسمها نابوليون. نابوليون ده عباره عن زي الملفيه بس طبقه من فوق وطبقه من تحت، وفي النص طبقه كريمه كبيره جدا. الاتنين كانوا تحفه. بعد كده دخلنا على محل جيلاتو، لقينا بقى عنده الماري توتسو وطلبناها، وهي بتبقى عباره عن بان جواها كريمه، بس للاسف ما جاتش معايا سكه بصراحه. بعد كده طلعنا على تو سايزز بتاع التيراميسو، واللي عنده اكتر من فليفر للتيراميسو. احنا جبناهم كلهم وجربناهم كلهم، ولكن بالنسبه لنا المفضلين هم الكلاسيك والبيستاشيو والفراوله. نختم بقى اليوم في واحد من افضل مطاعم الباستا اللي هتجربها، وهو اوستيريا دي فورتوناتا. المكان ده هتلاقي واحده ست قاعده بتعمل الباستا اللي انت بتاكلها. جربنا حاجتين، الكاتشو بيبي، وده ببساطه بيبقى الباستا مع ميه سلق المكرونه مع جبنه بيكورينو رومانو مع كميه كبيره من الفلفل الاسود، كان طعمها خطير. تاني حاجه الباستا الارابياتا، ودي بجد كانت تدرس، الصوص عالمي سبايسي خفيف، المكرونه نفسها خطيره. ختمنا بقى اخر حاجه بالتيراميسو بتاع اوستيريا دي فورتوناتا، واللي معروف انه واحد من احلى التيراميسوهات في روما، وفعلا كان احلى تيراميسو جربناه في رحلتنا لايطاليا كلها. مسك ايه الختام الجمال ده؟ حقيقي.